هنا لما الأماكن المخصصة للمشجعين هي عبارة تقريبا عن حاويات تضم يعني غرفتين مقابل $100 للشخص. هذه هي طريقة منظمة جدا وجميلة، استوعبت الكثافة العددية للمشجعين الذين يستطيعوا الحصول على إقامة في الفنادق. وهذا المكان هو مخصص للفطور، لأنه أي إقامة هنا مؤدى عنها $100 تجعلك تستفيد من الفطور مجانا. يعني صفوف من الحاويات متراصة بشكل منظم مع توفير حتى أجهزة التكييف، لأن هنا بقطر لا يمكن أن تستقر في أي بيت أو أي غرفة بدون تكييف. يعني الأمور منظمة جدا، وحتى يعني بعض السعوديين حضروا بسيارتهم إلى هنا من أجل متابعة مباريات. هناك يظهر المترو فوق. إذا يعني مكان مرتب جميل وفكرة رائعة لاستيعاب عدد كبير من المشجعين. برافو، يعني يتوجب الوصول إلى حلول لبعض المشاكل التي قد تعيق تنظيم بعض الأحداث من خلال أفكار وإبداع اقتراحات. ممتاز. السلام عليكم. كي داير؟ لاباس عليك؟ بغيت نسولك، الله يجازيك بخير، نتوما ساكنين هنا؟ واش هنا نيت فعلا بالإقامة $100؟ فاش الإقامة هنا الإقامة الليلة؟ لا، حنا ريزيرفينا قبل ولا تقام علينا أكثر من $100. بكم؟ للواحد؟ خلصنا بيت ديال جوج الناس، خلصنا بكم؟ 2100 €. يعني الليلة واحدة كم تقريبا؟ قامت علينا تقريبا 300 الليلة. 300 الليلة بجوج، يعني 150. وشنو الامتياز اللي عندكم؟ فقط الغرفة؟ ما كاين لا امتياز لا والو، لا شيء. يعني كاين، سمعت بانه كاين الفطور؟ زيرو. حتى الفطور؟ قالوا لنا كاين الفطور، ولكن دابا باش قال لك مازال ما طلع لهم السيستم حتى نرجعوا عندهم على العشيه. ديمي بونسيون فطور ولا الغداء ولا العشاء. مربوحة اليوم ان شاء الله. تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. فوالا، هذا يعني تصحيح المعلومة السابقة. هو الأمر يتعلق بأزيد بحوالي $150، وبأنه الأمور الخاصة بالفطور يعني مرتبطة بالتطبيق المحمل الذي يعني يعطيك إمكانية الدخول إلى قاعة الفطور. فهذو يعني عانوا من الإشكال هذا. هذا هو الإقامة بالأرقام بالنوافذ. ممتاز. عموما يمكن هناك إشكالات ومشاكل، لكن عموما تجربة جميلة ومثيرة.